دلوقتي بقى السؤال المهم، وهو ايه هتبقى الترانسفير اللي انا هعملها الجوله دي. اول حاجه طبعا يعني انا بضرب نفسي 100 جزمه ان انا رايندرز ده انا ما جبتوش، لان انا شايفه في فرق كل الناس وانا الوحيد اللي حبيت ابقى مختلف، وقلت لا انا هبقى مختلف ومش هجيبه ومش همشي ورا القطيع. قمت رايح جايب وهجيب مرموش ابن بلدي وهيلعب، والموسم اللي فات عمل نص موسم كويس واثبت نفسه في الاخر وجوان من بعيد ما لعبش، ورايندرز لعب جاب جون واسيست. فانا خدت على دماغي جامد قوي يعني، وانا رايندرز ده هو اللي وقعني وخلاني تحت الافريج ان انا مش عندي في الفرقه اصلا. فانا داخل لكم الفيديو ده بعنوان انا اسف يا رايندرز جدا، وهجيبك زي الكلب وانا الجزمه في بقي. السؤال هيبقى هجيبك على حسب مين. انا والله ما كانش نفسي، ما كنتش عايز امشي مرموش، بس مرموش واضح كده ان هو مش هيبقى اساسي ومش هيبدا، فدي هتتعبني نفسيا وهتأزمني نفسيا، وانا مش عايز ضغط اعصاب ولا توتر، انا مش ناقص. فانا الترانسفير هيكون ان انا بخرج مرموش وبنزل رايندرز، ودي حاجه برضو هتخلي معايا فلوس في البنك كويسه 2.8 او 2.8 علشان اعرف كمان ان انا في الجوله اللي جايه اطلع حد من الشباب اللي ما بتلعبش دي، او امشي جاكا واجيب حد عليه القيمه شويه، او امشي حد من الدكه دول اللي ما بيلعبش واجيب منهم حد اساسي، او مثلا بفكر ان انا وان بيساكا ده اتخلص منه، او فريمبونج ده بقى نشوف حاله ايه، هيجيب كلين شيتس، هيفضل يطلع كده بدري ولا لا، هنشوف.